في الدبابس. ما شاء الله عليه ست. ما شاء الله عليه ست. البارح حريناها واليوم مش حاطاها في الدبابس. واليوم مش حطوها في الدبابس. وصحة بالشفاء. وصحة بالشفاء. على سلامتكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي قناتي. ان شاء الله تكونوا بألف خير الناس الكل. ساعة قبل كل شيء نحب نقول لكم ان شاء الله رمضان مبارك على كل الأمة الإسلامية والعربية. ان شاء الله يا ربي ينعاد علينا بالخير والبركة. ريحة رمضان بدأت تفوح وبدينا نحضروا في الحاجات اللي نستحقوهم. نلقى حماتي شريت الفلفل يعطيها الصحة وربي يبارك لها في صحتها ان شاء الله. يا اخي حبيت نفيدكم بطريقة تحضير الهريسة العربي الدياري. وما تنساوش تخلوا لي كومنتات وتقولوا لي شنو رايكم وتعملوا لي شويه جامات وشويه تشجيعات من عندكم. راني نستنى جاماتكم وتشجيعاتكم. بالنسبه للناس اللي اول مره تزور قناتي نقول لكم مرحبا بكم. ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديوهاتي. واول حاجه في المراحل تحضير الهريسه هي تنظيف الفلفل من الزريعه نتاعو. نحلو القرن كيما موضح في الفيديو ونحيو الزريعة وفي نفس الوقت نتفقدوه القرين خاطر ساعات يبدا مندي والا مصوف شويه. ونحيو القعموره بطبيعه. وما تنساوش تلبسوا لي غون كان لازم حتى تدوب الغون يعني في ايديكم. وكان عندكم بافيت على خاطر راهو يحرقكم في خشمكم وفي قراجمكم راهو الفلفل حار برشا. وردوا بالكم وتقشروهوش هكاكا ديريكت يعني في ايديكم. وبعد ما كملنا نظفنا الفلفل بالكدا توا باش نغسلوه في اللافابو كيما تشوفوا في الفيديو. نفركوه مليح مليح يعني بيدينا بالطريقه هذيك. نجموا تغسلوا حتى في بان ولا في قصعه ولا كل حد وشنو المتوفر عندكم. المهم مرحله الغسلين راهي ضروريه على الاخر باش تنحى منه كل غبره ولا تراب ولا حاجه. خاطر كيما تعرفوا الفلفل كان معرض يعني للغبره والتراب في الشارع وكل شيء. خاطر عند العطار ولا عند التوابلي شوفوا على قداش من يد تعدى. المهم اي حاجه احنا نحضروها في دارنا ضروري انها تتغسل بالكدا بالكدا بالكدا. نغسلوه مرة بركة مثلا يعني مش مرتين ولا ثلاثة ولا اللي هو معناها. المهم يتعدى عليه الماء ونتأكدوا اللي هو نظاف. ونحطوه في حاجة يتسقطر ينقص منه كل كمية الماء وكل شيء. ومن بعد نتعداو للمرحلة متاع الرحيان. الحقيقة هو تحضير الهريسة فيه شوية تعبك حرورة الفلفل وتقشيره والكل. أما حاجة الدار زايد فيها بصراحة. مش كيما هريسة الدار وكيما مش كيما هريسة الشارع بالكل. أصلا هريسة الشارع تلقاها بكلها زريعة ولا تعرف عليها كيفاش مصنوعة وكيفاش مخدومة في المعامل. الحق الإنسان ما يحب كان حاجة دارو. وحضرنا كمية الثوم اللي هي تقريبا كيلو وقشرناه وغسلناه وخليناه أكوتي لو طون اللي كملنا الفلفل. غسلناه نحينا له الزراعه نتاعو من الداخل ونحيناه. هذا نقول لكم على الجوده نتاع الفلفل. تاخذوا الفلفل المكوش يبدا مكوش يبدا فاوح وبنين. الشمسي راهو ما يجيش باهي ما تجيش هريسته باهيه تجي ياكل فاتحه. اما هذه حتى ماكلته تجي غامقه. المكوش تقصد اللي تيب في الكوشه اللي يعني. تجيب في الكوشه يبدا مكوش. انت كي تمشي للتوابلي تقول له اعطيني فلفل مكوش. ثم الشمسي وثم مكوش يبدا هو مشكك في الخيط في الخيط واموره واضحه يبدا باهي حاجه باهيه هذايا. ومن بعد عاد باش شنو الفرق ما بيناتهم؟ هذايا ابن المكوش تجي ماكلته غامقه تجي حمراء تجي بنينه. فهمت ماكلته بنينه تجي مش كي الشمسي تجي ماكلته يبدا فاتح وباسم فاتح ماكله. وهو يجي حار بنين وغامقه ماكلته تجي. توا باش نوريكم كيفاش باش نرحاو الواحد الفلفل وكيفاش نزيدوه الثوم ولا والتابل. اي نزيدوه الثوم والتابل والملح والزيت. هذا بعد ما نكمل نرحي الكل. كي نجي باش نخلط نحط له الثوم نتاعو ونحط له التابل ونحط له الملح ونحط له الزيت. هذا 5 كيلو فلفل. تحط عليهم مرطل تابل وتحط عليهم قريب نص رطل حكايه ملح هكاكا. اما ذوق انت والذويقه لا تخليه مالح برشا متوسط بنينه تبدا كي تاكلوا وانت حتى هكاكا يجيكي بنين فهمت. وتصب له الزيت تصب له ما تخليش شايح تخليه مغرق بالزيت. ومن بعد تحط في دبابز بالنار وتخبي في الفريجيدير حتى تخليه لبرا شيء ما يجرالو. اما انت خليه في الفريجيدير. الزيت والملح يعاون على عمر الهريسه معناها باش تصبر اكثر. تصبر لك ما تصبر انت تعملها في كيما قلت لك وتحطها في الدبابز تصبر لك حتى بالعام تصبر لك حاجه بنينه ونظيفه وفاوحه وصحه وبالشفاء ليكم.
هذا التابل تاع السنة عملناه جديد. يتكون من تابل كعب، كروية، ثوم، فلفل شايح، شوية رند، شوية سكنجبير، حبة كبابة، شوية واحد كركم، عود الحم، وشوية فلفل أكحل، شوية كليل، شوية زعتر، شوية ورد. هذي كلهم يتعاملوا مع التابل هذا. هاي نعمل والثوم الثوم يترحى كله مع بعض، يتنظفوا، تغسلوا، يتغسل الكل اللي حكيت عليهم الكل يتغسلوا ويتعاملوا يشيحوا، ومن بعد تنقيهم، ومن بعد ما تنقيهم تهزهم ترحيهم، يترحى يجي كيما هكايا. ديجا مصورتوني في القناة. كل اللي يحب يشوف يدخل قناة اليوتيوب يلقاه. اللين يلقاه موجود. ومن بعد ما يشيح بالباهي اللي يولي ياكل اللي شيح بالباهي على الاخر يتقرمش، فهمت؟ ليلى محمد رسول الله هذاك تهزو للطاحونه يترحى، بعد ما يترحى تروح به للدار تخليه يبرد، مش بالوقت يتغربل، يبرد ومن بعد تغربلو وتحطه في أسطلة ولا شنو اللي عندك، تخبي حكوك ولا حاجة وتخبيهم في بقعة اللي ما يدخلهاش الهواء، ويتسكر الحاجة تتسكر بالباهي. نقطع عليه الهواء نقطع عليه الهواء جملة، فهمت؟ حاجة بلاصة مش بندي. يقعد لك حتى بالعامين باللي هو ما يجرى له حتى شيء. ها هو من عامناه ولا هاوكا كأنه معمول نتاع السنة، كأنه معمول توا من الصيف. ها هو يقعد حتى عامين شيء ما يجرى. وتحط فيه شوية ملح، تعمل فيه زادة شوية ملح مش برشا. هذا بعد ما رحينا الهريسة نتاعنا حضرناها توا باش نفوحوها ان شاء الله. انا عندي ماكينة بالضوء، رحيتها بالماكينة بالضوء، واللي ما عندوش ماكينة ينجم يرحيها حتى بك الماكينة باليد. رحامة البشكوت العربي معناها. اي هذيك رحامة البشكوت العربي هذيك. توا نصبوا لها كمية التابل قداش؟ نص رطل تابل، 250 جرام يعني. هاي 250 جرام تابل. والملح انتي والذويقة كل حد وكيفاش. اي ما تعملهاش مالحة برشا، تبدا بنينة. نجم تزيدها اذا كان ناقصة، تنجم تزيدها شوية ملح، ما تخليهاش تطعم في الفم، تبدا بنينة. وزيت نباتي. زيت نباتي، بسم الله. زيت نباتي، واللي يحب زيت زيتونه ما ينجمش. لا زيت زيتونه تبدا تجمد، يعطيك الصحه، تجمد بالزيت زيتونه. اما زيت نباتي تخليها كيما هي. بسم الله. هاكا تصب الزيت وتخلط، اذا كان هي ناقصه تزيدها الزيت. بسم الله. تبدل المغرفة. اي باش نبدل المغرفة. خلطها بالباهي وما تحطهاش ديريكت في الدبابز. كيفاش تفهم عليه هي زاهم الزيت؟ ما يتقر الزيت نتاعها خاطر تبدا الشيحه، فهمت؟ ليلى محمد رسول الله خلي من بعد ما تخلطها هكايا تخليها تبات في الوحده اللي عملت فيها، في الشقاله اللي عملت فيها مغطيه بطبيعه، وغدوه الحي ان شاء الله تحطها في الدبابز نتاعك، ولا فاش باش تحطها دبابز باللار. دبابز باللار، اي باللار، حاجه باللار، فهمت؟ وتصبر ما شاء الله، تصبر بالباهي، فهمت؟ وما كلتها بنينه. هاي توا ناقصه زيت، باش نزيدوها شويه زيت اخر. بسم الله. بعد ما نكمل نخلطها بالباهي نذوق الطعمه نتاعها. كان ناقصه ملح نزيدها شويه ملح،
خاطر كل شيء بالحكار الا الملح لازمك انت تذوق. الملح على خاطر تقعد تصبر لك يعني برشا، فهمت؟ عندك الملح والزيت نتاعها. هاي انت كي تبدا تخلط فيها تحسها اللي ماهيش يابسه، تحسها طرات بالزيت، فهمت؟ اول مره تبدا لك يابسه ومن بعد تحسها طرات بالزيت. صحه وبالشفاء، وان شاء الله رمضانكم مبروك، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. هاي السلام عليكم. ومن غدوة باش نحطو هريستنا في دبابس باللار، بالطبيعة يكونوا مغسولين ومشيحين بالكدا بالكدا، وهكاك نكونوا تكون هريستنا حاضرة، ونكون وصلنا نهاية الفيديو. نقولكم بسلامة ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.